تأسست دولة الموحدين على يد قبيلة مصمودة من المغرب وزناتة من الجزائر، وأطلق عليهم تسمية الموحدين لكونهم كانوا يدعون إلى توحيد الله توحيدا قاطعا وتنقية العقيدة من الشوائب. المؤسس الحقيقي لدولة الموحدين، يعني مؤسس الدولة، هو عبد المؤمن ابن علي. اسمه عبد المؤمن ابن علي ابن مخلوف الكومي، وكنيته أبو محمد. هذا الرجل من قبائل البربر، ولد في مدينة تلمسان أو في ولاية تلمسان الجزائرية، وهي تقع في شمال غرب الجزائر بين البحر المتوسط والحدود الجزائرية المغربية. الموحدين إلى عنان السماء. ولد بمدينة تلمسان سنة 487 للهجرة، 1094 للميلاد. عبد المؤمن بن علي القومي نسبة إلى قومية من قبائل الأمازيغ البربر، ولد قرب تلمسان ونشأ فيها طالب علم، وكان أبوه صانع فخار. وفي قريته حفظ القرآن الكريم وتعلم مبادئ القراءة والكتابة، ودرس شيئا من الفقه والسيرة النبوية، ثم رحل إلى تلمسان وكانت من حواضر العلم، وتلقى العلم على عدد من كبار العلماء. أبو يوسف يعقوب المنصور هذا هو حفيد عبد المؤمن ابن علي، وعبد المؤمن ابن علي هو المؤسس الحقيقي لدولة الموحدين. ودولة الموحدين كانت دولة ضخمة جدا بتضم تقريبا تلت أفريقيا، من ليبيا شرقا إلى المغرب غربا، ومن الجزائر شمالا وتونس شمالا إلى أفريقيا الوسطى جنوب. ويكفي التذكير بأن لنا نزاع حميمي، ولكن نزاع قد يكون منعش. واش الدولة المدنية، الدولة الموحدية دولة مغربية أو جزائرية؟ هذا غير في إطار بعض الأمور، لأن السي عبد المؤمن أصله من الجزائر. ثم تأتي الفترة الموحدية. ما نسوش باللي تأسيس الدولة الموحدية تم عبر لقاء ابن تمرت وعبد المؤمن بن علي هنا في بجاية في قرية تسمى من لا. تأسست دولة الموحدين من قبيلتين، إحداهما في المغرب مصمودة والأخرى زناتة في الجزائر. هاتان القبيلتان كانتا أساس دولة الموحدين، وأطلق عليهم لقب الموحدين لأنهم كانوا يوحدون الله عز وجل. والرجل الصالح في دولة الموحدين وهو أبو يوسف يعقوب ابن يوسف ابن عبد المؤمن ابن علي الكومي التلمساني، الملقب بالمنصور الموحدي. المنصور الموحدي. فإن هذا الحاكم أخوان الكرام قد تولى الحكم، وقد كان حكمه خيرا على الأمة الإسلامية. مات هذا الرجل سنة 526 من الهجرة. قام بحمل الراية من بعده تلميذه الذي قام معه وصادقه ورافقه وناصره، وهو عبد المؤمن ابن علي الكومي التلمساني. هذا الرجل أخوان الكرام أستطيع أن أقول لكم يختلف عن شيخه، فإن عبد المؤمن كان فيه صدق ومحبة للجهاد ونصرة الإسلام والمسلمين، لم يكن على منهاج شيخه ذلك الماكر الخداع الذي ادعى لنفسه العصمة والمهدوية وإلى آخره. فما إن استلم الحكم على أنقاض دولة المرابطين، دولة الموحدين قامت، إلا وكان قائدا فذا وسياسيا محنكا وأميرا وصفه العلماء من بعده كالإمام الذهبي والإمام ابن الأثير والإمام بن كثير أنه كان حاكما عادلا يريد الخير لأمة الإسلام.